تعالوا نشوف الصلاة على النبي بتعمل ايه في سد الديون. يعني لو عليك دين زي الجبل ربنا هيسده عنك. كان في واحد في الزمن البعيد كان معهوش فلوس ياكل ولا يشرب، وكان بيتدين من كل الناس اللي حواليه. يعني كان كل الناس ليها عنده فلوس، التجار والبياعين، كان بيستلف علشان ياكل ويشرب، وكانت ظروفه صعبة. فكان بيقعد يستلف من ده ومن ده لحد ما بقى عنده دين كبير جدا مش عارف يسده. والناس بدأت تطالبه بالدين دوت، كل واحد عايز فلوسه. فالراجل اشتد عليه ايه الحزن، وقعد يفكر اعمل ايه، اروح فين، اجي منين. راح لواحد في المدينة كان معروف بالثراء وكان تاجر كبير. قال له انا عايز اخد منك مبلغ من المال اسد بيه كل الفلوس والديون اللي عليا. الراجل فكر شوية كده التاجر ده وقال له خلاص ماشي، انا هديك المبلغ ده، بس انت هتردهولي امتى؟ قال له الميعاد اللي انت تحدده. الراجل دوت قعد يدور على شغل ويسعى عشان يلاقي شغل ويسدد الدين اللي عليه. ملقيش، كل الابواب اتقفلت في وشه. فجه ميعاد سداد الدين. راح الراجل التاجر دوت راح له، قال له فين الدين اللي انت خدته مني، انا عايز الفلوس اللي انت خدتها مني. الراجل قال له والله انا دورت على شغل كتير وما لقيتش شغل، وما قدرتش اكون المبلغ اللي انا خدته منك عشان اردهولك، فانا معيش دلوقتي، اصبر عليا شويه. التاجر مرضيش يصبر عليه وقال لازم اشتكيه للقاضي، والقاضي يجيب لي حق منه. القاضي بعت استدعاه وقال له انت ما سددتش الديون اللي عليك ليه؟ سد الدين اللي عليك. قال له يا سيدي القاضي انا معيش الدين دوت، ومش متواجد معايا دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. قال له خلاص انت هتتحبس، يا الدفع يا الحبس، يعني ما كنتش هتدفع الدين اللي عليك للتاجر تتحبس. قال له طب ايه، اديني فرصة اروح اعرف اهلي ان انا هتحبس، اعرف زوجتي وولادي ان انا ان انا هتحبس. قال له وانا ايش يضمني ان انت هترجع لي تاني؟ ايه اللي يضمني ان انت هترجع لي تاني؟ قال له الضمان رسول الله. قال له يعني بيني وبينك سيدنا النبي، انا ان شاء الله هرجع لك تاني. فقال له اشهد يا قاضي لو ما رجعتلكش في الميعاد المحدد انا مش من امة محمد، يعني انا مش من امة سيدنا النبي. فرق قلب القاضي ووافق، قال له خلاص ماشي، روح وتجيلي في الميعاد المحدد. فرجع الراجل لزوجته وحكى لها كل اللي حصل. فزوجته قالت له ايه؟ قالت له مدام ضمانك سيدنا النبي تعالى نصلي عليه بنية ان ربنا يفك عننا الكرب دوت ويجعل لك مخرج من الموضوع دوت. فقعدوا طول الليل هو وزوجته يصلوا على سيدنا النبي. ولما قعدوا يصلوا على سيدنا النبي طول الليل الراجل غلبه النوم فنام. شاف ايه في المنام؟ شاف سيدنا النبي جاله في المنام وقال له يا فلان انت هتخرج من الموضوع دوت ان شاء الله. قال له ازاي يا رسول الله؟ قال له تروح للوالي وتقول له رسول الله يقرأك السلام وبيقول لك اعفو عني. قال له طب هو لو ما صدقنيش يا رسول الله؟ قال له لو ما صدقكش في علامتين قول له عليهم. اول علامة قول له انت بأمارة ان انت بتصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، والعلامة التانية انك اليوم اللي قبله صليت عليه 99 بدل 1000، بس انا تقبلتها 1000. الراجل صحي من النوم وهو عنده امل وتفاؤل ان الموضوع بتاعه هيخلص، وجري على طول على مين؟ جري على الوالي. قال له يا سيدنا الوالي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأك السلام وبيقول لك سد عني ديني. قال له وانا صدقك ازاي؟ ايه العلامة اللي صدقك بيها؟ قال له بأمارة ان انت بتصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، والليلة اللي فاتت انت اخطأت في العدد بس هو تقبلها 1000 مرة. فاستغرب الوالي كده وقال له انت عندك حق، انت صادق، انا فعلا بعمل كده. فأمر الوالي بصرف 50 درهم للراجل دوت عشان يسد دينه. الراجل خد الفلوس وجري على مين؟ وجري على القاضي. قال له يا سيدي القاضي انا جبت الدين بتاعي وعايز اسدده. قال له استنى استنى، انا بسببك شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. قال له ازاي؟ قال له جالي في المنام وقال لي سد الدين عن فلان وتنولك شفاعتي يوم القيامة. فأمر القاضي بصرف فلوس برضو للراجل دوت عشان يسد دينه. وإذ فجأة والراجل دوت عند القاضي بصوا لقيوا التاجر اللي ليه الفلوس دخل عليهم وقال له أنا سامحتك في كل الفلوس اللي عندك، أنا مش عايزها. قال له إزاي؟ قال له ببركة موضوعك ده أنا شفت سيدنا النبي وقال لي لو عفيت عن فلان هنعفو عنك يوم القيامة، فأنا عفيت عنك مش عايز منك حاجة، وخد كمان فلوس من معايا. خد الراجل الفلوس وطلع يجري على زوجته. هو خرج من بيته وهو مديون، رجع بيته وهو سادد دينه
وكمان معاه فلوس. ده كله ليه؟ ده ببركة سيدنا النبي، ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي مش شفاعة بس يوم القيامة، لأ، ده كمان سداد للديون، وتفريج للهموم، وفتح الأبواب المغلقة. كل حاجة في حياتنا عايزين ربنا يطلعنا من أي مأزق، أو يفتح لنا الأبواب المغلقة، أو يسدد عنا دين أو أي حاجة. صلي على سيدنا النبي. فضل الصلاة على النبي ملهاش حدود.